الحديث من القلب على واقع الأحداث وشدتها وفتح الجبهات. سبق أن حذرت كثيرا من أن الاقتصاد المصري يقوم على قوائم هشة، مثل عائدات العاملين في الخارج وعائدات قناة السويس وعائدات السياحة. أعتقد ما زال الوضع آمن، لكن يجب أن نحتاط للمستقبل. يجب وضع خطة تقشفية من قبل الحكومة، ووضع الاقتصاد، وضع البلد في اقتصاد حرب، منع الاستيراد السلع الاستفزازية أو الغير أساسية، رقابة الأسواق رقابة من حديد، سياسات اقتصادية تنحاز للمواطن، حدوث تغييرات سياسية تواكب التغيرات الاقتصادية. أولها التفكير جديا في العفو عن الكثير من المعتقلين ليخرج الجميع يتحمل المسؤولية، حتى لا يكون مصير البلد في يد تيار معين أو فصيل واحد. يا ريس، نحتاج إلى توحيد الجبهة الداخلية حتى نواجه الأخطار الخارجية، وكل يتحمل مسؤوليته. وشكرا.